خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف تخرج عن صمتها وتكشف عن المنتخب الذي من المحتمل أن يفوز بكأس إفريقيا 2025. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل، إن كنت تحب فوز المنتخب المغربي بلقب كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب نصف قرن، ادعمنا باشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. بعد وصول عدة منتخبات عربية وإفريقية إلى دور الثمن النهائي لكأس إفريقيا واستئناف المنافسة بعد فترة من التوقف، عاد الجدل وكثرت التكهنات حول هوية الفريق الذي بإمكانه الفوز باللقب الإفريقي. بعد احتلال البلد المنظم لهذه البطولة المنتخب المغربي للمركز الأول بعد الفوز على منتخب جزر القمر وزامبيا وتعادل أمام مالي، سيواجه المنتخب المغربي يوم الأحد منتخب تنزانيا في الدور المقبل في مباراة تبدو في متناول أسود الأطلس. وأمام قوة المنافسة وازدياد ضغط الجماهير على الفريق المغربي ومدربه وليد الركراكي ومطالبتهم بإحراز اللقب وبقاء الكأس في المغرب، خرجت علينا خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتوقع مثير للجدل صدم الملايين من عشاق المنتخب المغربي. حسب ليلى عبد اللطيف، فإن تأثير كوكب المشتري على المجرة وظهور نجوم الثالوث الساطع في السماء المغربية والاضطرابات المناخية العالمية في الآونة الأخيرة ومنها المملكة المغربية، فإن لقب كأس إفريقيا سيكون من نصيب بلد غير عربي. هذا ويأمل الجمهور المغربي أن يتوج المنتخب المغربي بلقب هذه النسخة بفضل عامل الأرض والجمهور. فهل تعتقد عزيزي المشاهد أن المنتخب المغربي سيحرز هذه الكأس للمرة الثانية في تاريخه؟